جزائرية عمرها 11 عاما اسمها سجود رتاج رحاحلة. هذه الطفلة لها عقل رياضي يجاري الحواسيب، وقد أحرزت كأس العالم للحساب الذهني والرياضيات بعد أن فازت بكل جدارة في المنافسة الدولية في تايوان أمام 1000 مشارك في أنحاء العالم يمثلون 30 دولة، منها اليابان، الصين والولايات المتحدة. هذه المنافسة تقام سنويا للبرهنة على أن هناك أطفالا لا يعتمدون على الآلات الحاسبة ولا على التكنولوجيا، بل رأس مالهم هو أذهانهم وعقولهم. وبذلك تمكنت هذه الطفلة من إنهاء 500 عملية رياضية خلال 3 دقائق. ماذا نعني بالحساب الذهني؟ هو إجراء العمليات الحسابية الأربع: الجمع، الطرح، الضرب، القسمة، عقليا بدون الاستعانة بمعينات حسية كالورقة والقلم أو الآلة الحاسبة لإيجاد نواتج العمليات الحسابية. في البداية يتدرب المشاركون على عداد صيني، بعدها يستغني المتدرب عن العداد ويقوم بإجراء العمليات الحسابية ذهنيا بخياله. الحساب الذهني مفهوم ظهر حديثا لتطوير القدرة الدماغية لدى الأطفال في مراحل مبكرة عن طريق أساليب مبتكرة في حل المسائل الرياضية. وقواعد الحساب الذهني بدأت من الصين، له مراكز تدريب منتشرة في دول العالم، منها بعض الدول العربية. سجود رتاج تحصلت على نفس المرتبة